عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المستمعين، وأهلا بالمشاهدين جميعا، وحيا الله خانقين وأهلها الذين أدوا الأمانة خير أداء، والذين قدموا للوافدين خير العطاء. قدمنا من مختلف محافظات العراق جميعا. وفدنا الذي تمثل بالشواعر والشعراء، والذي استغرقت رحلتنا رحلة الجمال والعطاء من بغداد إلى مدينة خانقين، والتي كانت تحتل فيها الوداعة والجمال. كان الحوار طوال طريقنا بدءا من بغداد إلى أن حطت رحالنا وركابنا في مدينة الجمال، مدينة خانقين ونهرها الخالد الوند. بدأ مهرجاننا اليوم في هذا الصباح الباكر في الساعة 9 صباحا. كان التنظيم على أعلى ما يكون، وكان الجمال على أجمل ما يكون. توارد وتوافد الشعراء شاعرا تلو شاعر. كان جمع المحافظات، وكان جمع الثقافات، وهذا التلاقح الثقافي بين الثقافات العربية والكردية والتركمانية. التقينا على هذا النهر، التقينا على هذا الرافد، رافد الثقافة ورافد الأدب، ليتم التعارف أكثر ولكي تلتحم المسافات التي قطعت، لكي نشكل نهرا خالدا للثقافة العراقية، ولكي تكتمل ويكتمل التآزر بين الإخوة الأشقاء الذين يعيشون تحت خيمة ومظلة العراق العظيم. أنشدت القصائد والتي تغنت بحب العراق، والتي تغنت بحب الجمال، والتي تغنت بحب الحبيبة الجميلة. وهناك كثير من الشعراء من تغنى بغزة وأوجاعها وآلامها. كان الجمهور صاغيا جدا، كانوا مستمعين حقا. لم تشب شائبة هذا اللقاء. وفي هذا اليوم الأخير أو الجلسة الأخيرة تم بعون الله نهاية المهرجان، وإلى لقاء آخر وإلى أيام أخر في الأيام والسنين القادمة بإذن الله. لهم منا كل الحب، لهم منا كل المودة، لهم منا كل العشق. سنعود لهم ما دمنا وداموا على طريق المحبة والمودة، وعلى طريق الشعر والشعراء والأدب والأدباء. شكرا لوكالة النواعير التي شرفتني وشرفت الجميع بهذا اللقاء المبارك. شكرا للجميع مرة أخرى. تحياتي. الشاعر خلف دلف الحديثي، نائب رئيس اتحاد أدباء وكتاب الأنبار، عضو اتحاد كتاب العراق، عضو اتحاد كتاب العرب دمشق.